أنا دايما ما بصورش بسبب ان انا ببقى عايز اظبط كادر وعايز اعمل وعايز اسوي، وفي حاجات كتير ببقى عايز اتكلم فيها وبيبوظ كل حاجة بتبوظ. المهم انا يعني انا اكبر واحد في اخواتي. لما بتبقى الاخ الكبير بتحس بمشاعر تجاه اخواتك الصغيرين، يعني بتبقى عايزهم يبقى احسن منك في اي حاجة، بتبقى عايزه يحقق اللي انت محققتوش. انت تفكيرك اتغير قدام بعد سنين طويلة، ندمان على اللي فات، فعايزه هو يحقق ده قبل ما انت تحققه. خايف عليه من اي حاجة. عايزه يبقى احسن منك في كل حاجة، بدون غيرة وبدون اي حاجة. شعورك اتجاهه ان انت خضت تجارب مش عايزه يقع فيها. فالاخ الكبير ده بيبقى درع بالنسبة لاخواته الصغيرين. ده طبعا على حسب طريقة تفكيره. يعني يعني انت كأخ كبير بتبقى خضت تجارب وخبطت زي ما احنا بنقول. محدش او ما شفتش حد بيجرب قدامك. يعني ما واحد بيبقى عنده اخوات كذا اخ كبير، بيشوفهم جربوا، فده عمل كذا فماما ضربته، فده عمل كذا فبابا عاقبه، فده عمل كذا فحصل له كارثة في حياته، مصيبة، فببعد. لكن لما بتبقى انت الكبير بتقعد تلطش مع نفسك. فلما بتلطش مع نفسك ده بيديك خبرة، والخبرة دي يا إما تستغلها في إن أنت تبقى قائد جيد، يا إما هتبقى متسلط، شايف إن أنت سابق وشايف إن أنت مجرب وما تعملش وقلتلك فأنت كأخ كبير يا إما تبقى نعمة كبيرة جدا في حياة إخواتك، يا إما هتبقى للأسف نقمة كبيرة جدا في حياتهم. وهيبقى ملخص حياتك معاهم إن أنت أذيتهم نفسيا. وممكن يكون من غير ما تاخد بالك، بان انت دايما بتصدر لهم فكر معين، ان انت دايما شخص عنيد، انت دايما عنيد ما بتسمعش الكلام، انت دايما ما بتعتذرش، انت دايما كذا، انت دايما كذا. وده انا بعتبره ان انت بتحرق نفسك بالنسبة له، ان هو ما بيرجعلكش في حاجة. خلاص هو دايما متسلط عليا، هو دايما شايفني الصغير، وانا دايما يعني انا دايما انا واختي الصغيرة ناير ونقير وفي مشاكسات دائمة والكلام ده. فاحساس وحش جدا لما تحس ان ملخص حياتك مع اخوك او اختك ان انت اذيته نفسيا من غير ما تاخد بالك. على عكس ان القائد الذكي اللي بيحط التجارب بتاعته في طريق اخوه بشكل كويس، يقول له خد بالك انا لما عملت كذا لما عملت كذا، تلاقيه دايما بيرجع له وشايفه قدوة وشايفه مدرسة هو اتعلم منها كتير، وبيبقى المعلم الاول بالنسبة له. لان دايما احنا بينا وبين الابهات والامهات في حواجز مع الاخوات بتتكسر، بيبقى في اسرار بين الاخوات ودايما عارفين كل حاجة عن بعض. فمش من الذكاء ابدا ان انت كأخ كبير انك تبقى متسلط حتى من غير ما تاخد بالك، لان هتكتشف ان حياتك كلها ضاعت في فتش اخواتك في حاجة. الاخ الكبير مهم، هو بيبقى مظلوم لان هو بيجرب كل حاجة. طبعا بيبقى الاهل هم اللي بيوعوا والكلام ده، بس هو طبعا بيشوط بيجرب، بيخوض تجارب وبيقع ويقوم ومش عارف ايه. وفي نفس الوقت بيبقى ظالم لو هو معرفش ينقل التجارب بتاعته بحكمة لاخواته الصغيرين. فلو انت عندك اخ كبير في حياتك دي اكيد نعمة، لو هو عارف يستغلها. بس يعني ممكن تقدروا تقولوا ان الكلام ده تجارب 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 في حياة صحابي، تجارب في حياتي، مش عارف. بس المهم ان هو اتصور. نسيت حاجة. خد بالك ان انت دايما كأخ كبير
كل اللي انت بتقدمه. انا بتعلم حاجات كتير جدا من اختي الصغيره فعلا. وده يبقى كويس جدا لو انت دايما بتقول لاخوك الصغير ان انت بتتعلم منه حاجات، لان ده بيزود الثقه في نفسه وبيحسسه ان هو ليه قيمه في حياتك. بس فعلا ده مش بالكذب، احنا يعني انت اكيد بتتعلم من اي حد، وبالذات لو اخوك، لان هو اكتر واحد مطلع على شخصيتك والكلام ده. اتعلمت كتير جدا من اختي الصغيره. فعموما اي حاجه انت كاخ كبير بتقدمها لاخواتك الصغيرين هي مش تضحيه. فعلا هي مش تضحيه، لان انت دايما بتبقى فاكر ان انت بتضحي عشانهم. هو الموضوع واجب عليك، واي مشاعر بتديها لهم هي واجب عليك ناحيتهم، برهم يعني. وعلى العكس اي مشاعر هما بيدوها لك بتبقى بتعتبر الضعف، لان هو الصغير وهو اللي مش مسؤول عنك. بس فما تعتبرش ان انت يعني بتضحي عشان اخواتك، على قد ما هو واجب ان انت لقيت نفسك الكبير. ما تنسوش بقى تشوفوا البرومو لو ما كنتوش شفتوه. لو انت على اليوتيوب هيطلع لك دلوقتي، ولو انت مش على اليوتيوب ادخل على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وساعدنا بأي حاجة على اليوتيوب. واستنوا الفلوج الأول في الرحلة يوم الخميس الجاي. سلام.